جربته قبل كده تعملوا رز على الطريقة المكسيكية؟ هو رز كده بيبقى مليان فليفر طين بس على الرز العادي بتخليه ياخد كده طعم مكسيكي بيبقى جميل. قدمته مع ستريبس كده في الفرن. يلا على طول نبدأ مع بعض. دي كده كل المقادير اللي احنا هنحتاجها: كوبايتين من الرز البسمتي، ممكن ان احنا نستخدم رز مصري، خليط من التوابل ملح وفلفل اسود كاري وزعتر وبابريكا وكمون وشطة، وهنحتاج عصير طماطم وبصلة واحدة مفرومة وخليط من الخضار، اي خضار احنا نفضله. انا استخدمت بسلة وجزر. اول حاجة في طاسة على النار او في وok يكون عميق كده نحمر البصلة بتاعتنا، وبعدين نحط الخضار نشوحه كده مع البصلة في معلقة سمنة او زيت، وبعدين نبدأ ان احنا ننزل الرز بتاعنا نقلبه كده مع الخضار، وبعدين نحط الطماطم بتاعتنا طماطمايه واحدة عصراها كده من غير مية، ونحط التوابل كده. دي اول اضافة بتميز الرز ده وهي الطماطم. تاني اضافة وهي الشطة، وبعدين هحط كده شوربة او مرقة دجاج ومية تغطي بس كده سنتي من الرز، واسيب الرز على نار عالية واغطيه. اول ما الرز كده يتشرب يوصل للشكل اللي انتوا شايفينه ده هغطي عليه واسيبه على نار هادية لمدة نص ساعة يستوي براحته. وده شكل الرز كده بعد ما استوى، مفلفل كده وجميل. الرز ده ممكن نقدمه مع اي حاجة، ممكن نسوي معاه قطع من الفراخ صغيرة كده نشوحها وتبقى وجبة كده متكاملة. انا عملت معاه كده ستريبس سويتها في الفرن. لو عجبتكم الوصفة متنسوش تعملوا لي فولو. انجوي.